السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين إلى يوم الدين. بغيت نسلم عليكم ونشكركم ونقدم لكم هذا العصير الخطير في تنقية الذات من الداخل. كما تنقوا الذات من الخارج، خصنا مرة مرة نقوها من الداخل. غنحتاج بإذن الله الحامضة، تفاحة، المعدنوس بوحدو، وشوية ديال الماء، شوية ديال الزعتر اللي نقيناه بطبيعة الحال. غنحتفظوا بالعواد ديال المعدنوس لأنه مفيدين. كلشي غيطحن، غنعاونو الطحانة، غنقطعو الربيع، غنقطعوه بواسطة السكين باش نسهلو عملية الطحن. هاد العصير هذا تنصحكم به على الأقل مرة في 15 يوم، لأنه تينقي الذات مزيان من كل الشوائب، ينقي القولون من الفضلات أعزكم الله، تتحسوا بواحد الخفة واحد الرشاقة. الذات ديالكم تترتاح. ننصحكم بالصيام المتقطع وبالكثير من شرب الماء. ما نتسناوش الذات ديالنا حتى تعطش، لا، خصنا نشربو قبل ما نعطشو. وما غنقولش لكم 3 يطرو ولا 5 يطرو، المهم كل ذات وشحال تستحمل ديال شرب الماء. دابا غنوضعو هاد المعدنوس، غنوضعوه في الخلاط الكهربائي. الحامضة ما غنحيدوش ليها القشور ديالها، لأن القشور تحتوي على زيوت طيارة وفيها الكونسنتراسيون ديال فيتامين سي. التفاحة كذلك راه غنخلوها بالقشور ديالها، غنحيدو غير العظم. لا دابا هنا غنديرو الزعتر، غنضيفو الزعتر. المقادير خليتها لكم عينكم ميزانكم. الزعتر يكون نوع جيد. كما قلت لكم، بالنسبة للحامض وبالنسبة للتفاح غنحيدو فقط العظم، اما القشرة ما غنحيدوهاش. فنتمنى من تجربوا هاد العصير هذا، توضعوا لي النتائج ديالكم في التعليقات. كما الانسان تينقي ذاته من الخارج، خاص ولا بدا ينقيها من الداخل. خصنا نعملوا وصفات وعصائر اللي تكون مفيدة للذات. ممكن تحلية هاد العصير هذا بالعسل الطبيعي، عسل النحل، وممكن الاستغناء عليه وشربه هكذاك. انا بالنسبه ليا تناخدو هكذاك، ما تندير فيه لا عسل لا سكر. طريقه راه سهله، اي واحد او اي وحده ممكن يجرب هذا العصير اللي هو رائع رائع جدا. اللي بغات تعصر الليمون او الحامض تعصرو بوحدو وتعملو مع
الخلاط ممكن، ولكن انا تنفضل هاد الطريقه. عاوتاني على حساب الكاليتي والجوده ديال الخلاط. كاين الخلاط اللي ما تيقدرش يطحن بشكل جيد. الناس كذلك اللي باغيين ينقصوا من الوزن وينقصوا من الدهون اللي تتكون في الكبد، الدهون او الشحوم او السموم اللي تتكون متراكمة في الجسم ككل، هذه وصفة نقدمها لهم يستعملوها مرة في السيمانة او يوم يوم لا. المهم هما غيكتشفوا وغيحسوا بالفرق، وهي كلها منافع وكلها فوائد. هنا تنضيف الماء العادي، ممكن استعمال ماء غازي او ماء معدني طبيعي على حساب نتوما الرغبة ديالكم وعلى حساب المتوفر عندكم. انا بالنسبة لي درت الماء العادي. هنا غنعملو عملية طحن، نطحنو نتوما تتشوفوا تبارك الله تطحن بسهولة. غنعاودو مازال نطحنو حتى نحصلو على خليط متجانس. الناس اللي بغاو يصفيوه من الاحسن يخلوه يتفاعل مع بعضياته واحد ساعتين تقريبا عاد باش يصفوه بالصفاي العادي او يتناولوه هكذاك، المهم على حساب الرغبة. بالنسبة لي انا تناخد 2 ديال الكؤوس في النهار. هذا هو الشكل النهائي ديالو، غتيجي في المذاق لا بأس به، مذاق مقبول. شكرا، الى اللقاء. نخليكم دابا مع الأغنية. في الدنيا الكبيرة وبلادها الكتيرة لفيت لفيت لفيت، لما ناداني حبي الأولاني سبت كل وجيت وفي حضنه اترميت وغنيت سلامة يا سلامة، احنا وجينا بسلامة. سلامة يا سلامة، رحنا وجينا بسلامة. لسه الحب صافي، لسه الجو دافي، لسه في قمر وبعد المغارب نتلمي في قارب ويدور السهر والسمر والغنى كلنا. سلامة يا سلامة، رحنا وجينا بسلامة. سلامة يا سلامة، رحنا وجينا بسلامة.